بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هتكلم وأطرح التحليل التسويقي ورؤية التسويقية على العلمين والساحل الشمالي وما أثير عليهم الساحل الشرير والساحل الطيب. أنا طول عمري دائما بقول إن وسائل الجذب ووسائل الترويج دائما يركز على القيمة، يركز على الجديد، يركز على التفرد، يركز على الإبهار، الشغف. يعني مش دائما العنصر السهل اللي أنا أعمل ديسكاونت أو أقل الأسعار. وكنت دائما يعني بهاجم فكرة لما كان يقول لك عشان نجذب السياحة ننزل الأسعار زي ما كان بيحصل في شرم الشيخ والغردقة وبعض الأماكن السياحية، ودي استسهال وضعف وعدم كفاءة، وبالتالي أنت بتخلي كل شيء في المتناول وبتفقد شريحة مهمة جدا بتحب التميز وما بتفرقش معاها الفلوس، ولكن بالطريقة التسويقية النمطية والساذجة واللي هي مش قادرين يبذلوا أي مجهود لأنهم لا يملكوا القدرة. فكان دائما يتخذوا الاسهل، يقول لك انا هقدم لك ديسكاونت، هقدم خصم جامد، هخلي الحاجه سعرها بسيط جدا. فدي بتقلل القيمه بتاعت المنتج اللي انت بتقدمه. ابذل وخلي المنتج بتاعك سعره غالي جدا، وستجد الفئه اللي بتبحث على التفرد والتميز. العلمين والساحل الشمالي سوق نفسه تلقائي. ازاي انا اقدر احافظ على الشغف والاقبال رغم الاسعار اللي هناك اللي احنا بنقول عليها الخياليه، لكن بطريقه ذكيه. يعني انا دايما اقول لك العمليه مش اتركها لفكره السعر الغالي اللي بلا جودة أو بلا تجدد أو ابتكار، ويبقى يجي يقول لك إزازة المية بقت ب50، بقت ب200، بقت مش عارف ب400. إيه الكلام ده؟ ما هو أنا لابد إن أنا لا أترك الموضوع زي ما كان حصل في شرم الشيخ، إن أصحاب المنشآت السياحية تقعد تدنق وتنزل وفاهمة اللي دي فكر ترويجي، وبالتالي هي في نوع من اللي أنت بتخرجها من القيمة وبتخلي فئات كتير جدا بتخش وتبقى هي في متناول الجميع، ومن هنا بتعمل نفور لفئة مهمة جدا، فئة بتبحث عن المنتج السياحي المتميز. بتترك المكان ده طالما هو متاح، وأصبح العنصر اللي أنا بحط السعر المنخفض ليس ميزة، وبالعكس هو عيب. اما حصل في الساحل الشمالي والعلمين الاسعار اللي غاليه جدا والساحل الشرير، لا انا موافق، لكن اهم حاجه ازاي انا اقدر اعمل كنترول. ما يبقاش الموضوع متاح كده بسهوله، يعني اللي انت الاقي الهايبر بيحط لك اي اسعار. لا في يبقى في كنترول. لكن الخدمات السياحيه، المطاعم، الفنادق، جدد وحط التميز وحط التفرد وحط القيمه وحط الاسعار اللي انت عاوزها. هنا يبقى في فكره الشغل، فكره اللي انا مش اقدر اعمل احتوي. فكره يقول لك لا هنا غالي، لا هنا، لابد ان انا عندي البدائل. انا منتج الساحل الشمالي والعلمين، ازاي اقدر احافظ على الشغف بتاع السياح سواء عرب اجانب. بدا يوصل يقول لك اغلى من فرنسا. اوكي، حتى لو اغلى من فرنسا اغلى من اوروبا، انا اهم حاجه اللي انا ازاي احافظ على هذا الاسم، وبالتالي انا هحافظ على الفئه اللي هي بتيجي تقول انا هستهدف الساحل الشمالي. لكن فكره ان انا خلاص بقى ما جددش، ما ببصش اترك اصحاب المنشآت اللي هم بيحطوا اسعار بلا الجديد اللي يحافظوا يجذب السائح يجي لك مره واثنين وثلاثه ويبقى متوقع كل سنه في حاجه مختلفه، في تميز. انا بدات احس يعني بسوء فكر، بسوء عدم ادراك فكر تسويقي اللي انت ممكن تهدر القيمه اللي حصلت. بدات الاحظ ان المهرجانات ومش عارف ايه الكلام ده، ايه الكلام ده اللي انتوا بداتوا فكره شغل العشوائيات، فكره اللي الناس اللي بتتصدر واللي بتقوم بفكره التسويق مش قادره تفهم الحاجه نجحت لوحدها انت هتسقط. مش كل حاجه تبقى متاح، بطوله مش عارف العاب ايه تروح، لا اختار، انتقي، احس ان هنا التفرد اللي هيجي هنا هيمثل قيمه مضافه، مش مجرد مولد كده واي حاجه بتتحط. احنا عانينا
شرم الشيخ جميله والغردقه وحاجات زي كده. عانينا من الفكر السيء، الفكر التسويقي الغير مدرك اللي كان بينزل من قيمه المنشاه السياحيه والغرف، ويقول لك اعمل لك باكج، وهتيجي لك السائح اللي بره يقول لك انا اجي اعمل سياحه ارخص بكتير من العيشه بتاعتي بره. انت كده بتهدر القيمه بتاعه المكان السياحي. فما جات لك بقى المكان اللي هو سوق نفسه من اول لما ظهوره واول اما عمل، فانت بعدم ادراكك للقيمه اللي بقت يعني تنتشر وازاي تقدر توظفها، فبقى حاسس ان في نوع من الاهدار. لا اما اجيب واخليها متاحه للجميع واخليها عامله زي مولد وصاحبه جايب، او المكان الثاني اللي احنا بنقول عليه في شرم الشيخ كنا فضلت تركه لحد ما انا نزلت من قيمته، الى ان البلد تدخلت او المسؤولين بدا يحطوا حد ادنى للاسعار، اسعار ما تنزلش عن كده للفنادق او الغرف او الليله او حاجات زي كده. يا جماعه ادوا العيش لخبازه، ما يبقاش الناس اللي هي مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه بتضيع السياحه في مصر. احنا عندنا يقول لك تلت السياحه في العالم وبيجي لنا مش عارف 12 مليون، لان اللي بيقوموا دور ناس موظفه حافظه مش فاهمه، حاطه لك فكره اللي انا مش عارف معايا الدكتوراه او انا طول عمري كذا، وبنضيع القيمه بتاعتنا. فانا بدي نموذج، ما تخافوش اما اتاخد على فكره السحل الشرير والشراء عشان غالي وحاجات زي كده، ازاي اقدر اعمل كنترول واحافظ على التفرد. لكن انا اللي شايف بقى السلوك اللي بعد كده مهرجانات ثم مش عارف الدراما ثم ايه الكلام ده. يا جماعه انطقوا، افهموا لغه التسويق، افهموا حافظوا على القيمه. انا لو لقيت بعد كده مولد وصاحبه غايب وحاجه كده، الفئه اللي عندها القدره تدفع اي مبلغ والفئه اللي انا بستهدفها هتبدا يحصل لها نفور، هتقول لك ايه اللي بقى الزحمه، انا جيت المكان ده ووصل لي بفكره التفرد، مش اي حد هيجي هنا، فكره الخصوصيه هنا، فكره الابهار. لكن انا الحقيقه شايف اعاده نظر يا جماعه. القائمين على الفكر التسويقي افهموا تسويق، ما تبقوش حافظين مش فاهمين. حافظوا على المنتج، وفي منتجات سياحيه كتير جدا ومتعدده اللي تخلي نسبه الاشغال عاليه جدا، تخلي الاقبال على السياحه في مصر عالي جدا، من 15 يبقوا 20 يبقوا 30 يبقوا 40 يبقوا 50 المستثمرين في المجال السياحي والاستثمار السياحي مطلوب وعاوزين يستثمروا. لكن حافظوا على القيمة السياحية أو قيمة المنتج السياحي، ما يبقاش شغل عشوائي. أتمنى يكون الرسالة وصلت وفهمتوا، وادوا العيش لخبازه. ابحثوا عن الناس المفكرين التسويقيين يقدروا يحافظوا على النجاحات ويعظموها ويحتوى أي مشكلة، ويبدأوا دايما يبروزوا في العقل الباطني لأي سائح إن هنا الجديد، هنا الشغف، هنا التميز، هنا التفرد. ويبقى عندك منتجات سياحية متنوعة. اللي ما عندوش القدرة المالية يبقى في أماكن أخرى، لكن ما خلصش الحاجة الناجحة وسقطتها بسوء تصرف وجهل فكر تسويقي ودمر المنتج بتاعه. اتمنى تكون الرساله وصلت. مصر جميله، مصر فيها متعدده المنتجات السياحيه، لكن محتاجه العقل والفكر التسويقي المبدع اللي يقدر يحط مصر في المكان الحقيقي. دايما بالتوفيق، والى اللقاء في فيديوهات قادمه.